انا ما بستغناش عنها. التتبيله دي انا بجيب شويه طماطم زي دول باقيين من خلطه المحشي، لان هعمل النهارده باذنجان محشي. بروح مقطعه معاها بصلايه عادي جدا اهيت، بروح مقطعه بصلايه، بروح حاطه مع البصله شويه زعتر اهوت. بصوا يا جماعه، بسم الله الرحمن الرحيم. انا هعمل النهارده شويه محشي في الخفيف كده. انتوا عارفين الجو حر ولا واحنا مش طايقين نفسنا، فاعمل شويه محشي ناشفين نواشف كده، حبه محشي باذنجان على محشي كوسه على حبه فلفل مع فرخه مشويه في الفرن ماشي. وهعمل جنبها صينيه فراخ في الفرن. صينيه الفراخ انا عندي شويه طماطم مضروبين في الخلاطه، هم باقيين من المحشي وانا بعمل خلطه المحشي، وحطيت معاها بصله وشويه زعتر ماشي. وهحط بقى معاها، معلش عشان انا شاريه دلوقتي لسه جايه من عند العطار، فشاريه الحاجه كلها اكياس زي ما انتم شايفين. يعني شاريه كمون، شاريه فلفل اسود، شاريه توم بودره، بصل بودره، زنجبيل، كل حاجه تقريبا لسه شارياها، ولسه هفضيها حتى في مكانها في برطماناتها. فهبدا احط من كل واحده من دي معلقه اساسا. ثواني اجيب معلقه. ادي كمون على كزبره، شويه حبه حلوين كده، ودي حبه زنجبيل برضو، ودي توم بودره، وادي بصل بودره، وادي حبه فلفل اسود، ومعلقه بابريكا. التوابل دي طبعا، ولو في توابل فراخ عندك عادي جدا حطي برده معلقه من توابل الفراخ انا عندي، وهحط برده معلقه. ودي البابريكا بزود فيها شويه، بحبها بصراحه في الاكل. ودي توابل فراخ اهيت برده. طبعا التوابل دي كلها انا هفضيها. بعصر معاها ليمونه، بصراحه انا عملت تتبيله الفراخ دي واخدتها معايا المصيف الاسبوع اللي فات، نفس الطريقه. بروح مبيتاها في التتبيله وحطها في الفريزر، وبتاخديها معاكي المصيف بقى، تطلعها تحطها في الصينيه وتسويها على طول. انا للاسف هناك ما كانش عندي فرن، كان عندي بوتاجاز بلت ان بس، فعملتها من عليه، فما عرفتش اديها وش. بحط معلقه خل كده، بحط حبه زيت برضو صغيرين، يعني الفراخ طبيعي فيها زيتها. كل دول بروح واخداهم على الخلاط، هاخدهم على الخلاط وارجع لكم. انا ضربت الخلطه يا جماعه، ونسيت اقول لكم كمان بحط قرن فلفل ماشي. انا غسل الفراخ طبعا على فكره انا نقعها من بدري اصلا بليمون وملح، وبغسلها بحبه دقيق اول ما بجيبها من عند الفراخ. بروح غسلاها بحبه دقيق واروح عامله لها المحلول بتاعها ده، مقطعاها ونقعاها مثلا شويه. انا نقعتها شويه بصراحه، انا ما خلصت الحاجه بتاعت المحشي، وهبدا انزل عليها بالخلطه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ريحتها تحفه، عليها ليمونها وخلها ودنيتها، فما شاء الله
لا حول ولا قوة الا بالله، جميلة. ببدأ ادخل التتبيلة فيها كده في كل حتة فيها، وتحت الجلد وكل حتة عشان تشرب منها. انت كده عرفتوا تتبيله الفراخ. انا باجي على الخلاط على طول وحاطه الطماطمه، واروح حاطه معاها قرن فلفل، واروح حاطه الليمونه وشويه خل، وحاطه بقى التوابل بتاعتي. التوابل بقى كمون وكزبره وفلفل اسود وتوم باودر وبصل باودر وزعتر وزنجبيل، توابل فراخ، بابريكيا، ماشي، باربيكيا عشان انا بس ايه بقولها يعني محدش يكومنت عليها. بروح سايباها كده، انا بسيبها فيها شويه كده تمام لغايه ما اجهز خلطه المحشي معاكم برضو. بصوا يا جماعه، دي صينيه الفراخ بعد ما طلعتها من الفرن. بسم الله ما شاء الله، جميله. هتطلعها تتغرف في سرفيس، اللي عايز ياكلها بعيش بياكلها. انا بصراحه عامله جنبها اكل، فعامله جنبها محشي، فهغرفها في ساعتها لما اجي اغرف المحشي. بس هي زي ما انتم شايفين ما شاء الله جميله، ريحتها حلوه جدا، لونها ذهبي كله جميل. وهوريها لكم برضو لما اغرفها على السرفيس. وبألف هنا وشفا، يعني اللي ياكلها بقى جنبها بشويه طحينه وعيش كده، وياكل عيش بلدي كده وشويه مخلل وهيشبع، خصوصا في الحر ده مش عايزين اكتر من النواشف دي. فبألف هنا وشفا اللي ياكل.